السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو طبعا مننساش نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنبدأ فيديو ده روتين خفيف كده عملته لكم. أول حاجة بدأت بيها فتحت الشباك بتاع الأوضة علشان أطلع الطاقة السلبية من البيت وأدخل طاقة إيجابية. آه اليوم كان حلو بصراحة ومشمس جميل، بس كان عاصفة جوه. بصوا شايفين بقى بنوتي صغيرة، بصوا عملت ايه بقى في الارض. طلعت الهدوم اللي في الدولاب اللي في الظرف اللي تحت دي ورميتها بره، طردتها بره الدولاب بمعنى اصح. هنبدأ كده نسمي بسم الله، وكل ده ان شاء الله هنضفه وهيبقى فل الفل. طبعا بما اني لقيت كده انا قلت ايه بقى، ابدأ بقى كل ما اعمل حاجة ننضف تنظيفة عميقة شوية. حبيت المرة دي انضف تحت السراير، اخرج كل تحت السراير. اولا لاني كان بصراحة كمية تراب رهيبة فوق الوصف. اولا بصوا قبل ما يعني خرجت الملايات كلها على اساس المراتب تتهوى اهو، كلهم فضيت كل الملايات الاول والكياس بتاعت المخدة وسبت المراتب تتهوى شوية. وكمان طبقت المفرش والكبرتاية دول اللي كنا متغطين بيهم تحت التكييف. هبدأ بقى أول حاجة، بصوا شايفين كانت الأوضة في أمانة الله، رحت شقلبتها أنا طبعا. طلعت بصوا المنظر تحت السرير، بصراحة يعني مش عارفة ازاي وصل للمرحلة دي، أنا أهملته كتير. كان مضطرة إن أنا أخد الإجراء ده بدري بدري. ابتديت جبت المقشة بتاعتي، مكنستي حبيبتي يعني، وابتديت أكنس. بصوا كمية التراب رهيبة، وتيشيرت لابني وشراب، يعني كل حاجة واقعة تحت السرير. انا عملت الخطوه دي عشان حاجتين. اولا لاني كان محتاج يتنضف، وتاني حاجه ان احنا التكييف بتاعنا اللي هوريه لكم برضو في الفيديو لما جينا يعني نظبطه ونفتحه اول الصيف طلع بيدخل هواء سخن. فجبنا حد يعني متخصص في التكييفات قال لنا ان التكييف محتاج يتغسل، وطبعا هنعوز نوسع السراير اللي في الاوضه وكده. طبعا ما كانش ينفع ابدا يجي بتاع التكييفات والاوضه بالمنظر ده. كانت اول حاجه هتطين، والحاجات اللي تحت السرير اللي انا حطاها انا نقلتها في الاوضه التانية، هبقى اوريكم ان شاء الله في فيديو تاني. شلتها كلها في الاوضه التانية مؤقتا لحد ما يجي يغسل لي التكييف. طبعا هو التراب كل ما ده بيرجع ويرجع تاني. المروحه كانت شغاله وما قدرتش اطفيها بصراحه، الجو كان حر. زقيت السرير كده بالطريقه دي، وابتديت اجيب من الجناب والاطراف وكده، وكل ما اكنس التراب يجي يرجع تاني. ابتديت اخد كمان اللي هو اللي بين الزيق اللي فوق ده، تمام. وشايفين كمية التراب، بصراحة ذهلت. عملت نفس اللي في السرير ده عملت في السرير التاني وما حبيتش اطول عليه. شفت كمية الحاجات اللي كانت تحت السرير اصلا محطوطة اهو. التكييف ده اللي هيتغسل تحت السرير على طول، فعشان كده شلت كل حاجة من تحت السراير. جبت الجردل بتاعي والشرشوبة حبيبتي، وهحط فيها نقطتين. انا كنت حاطه كلور واريال، هحط فيها فينيك. بحط الفينيك عشان الحشرات، بصراحه دور الارض وحش قوي في الحشرات. اي حاجه بتدخل من المدخل، من باب الشقه، من الشباك اللي انت شفتوه انا فتحته اول فيديو، يعني بصراحه دور الارض كله حشرات. يلا الحمد لله. ابتديت بقى اجيب من تحت السراير كده والمع. طبعا ما عرفتش المع معاكم بالكاميرا ففصلت الكاميرا وخدت الاجراء، لاني التصوير في مسكة العصاية مش بتبقى متمكنة، وانا عايزة انضف الحتة بعمق، يعني عايزة انضفها بضمير شوية زي ما بيقولوا. النظافة حلوة والله. بصوا شايفين لما بنقوم على حاجة بيبقى بصراحة نهمل فيها فترة طويلة، بس لما بننضفها بصوا شايفين بحاجة كويسة يعني. هو بيبقى منظرها وحش بس عشان يبان الفرق. اللي هيمشي الفيديو اول الفيديو بكمية التراب مش هيصدق ان السرير بايه بالنظافة، وتحت السرير قصدي بان بالنظافة دي لازم يبقى في فرق.
وكمان ما نسيتش معايا جوانب السرير، جنب السرير والمكان الترابزين ده اللي هو او الزيق ده بتاع السيراميك، انا ما نسيتهمش، انا مسحتهم معايا بالمر. طبعا انا كنت هزعف واعمل كل حاجه، بس قلت لما يجوا يعملوا التكييف بالمر علشان هيبهدلوا لي الدنيا. خلاص بعد ما مسحت شلت زي ما قلت لكم كل حاجه في الاوضه التانية، وخليت تحت السرير فاضي ما فيهوش اي حاجه، وابتديت بقى افرش ملايات السرير بتاعتي. طيب في حد ممكن يسالني يقول انت تفرشي ليه؟ طيب لما لا لازم يجي يلقى الاوضه نظيفه اللي هيشتغل، ما ينفعش الاوضه تبقى مكركبه ولا فيها اي حاجه، لازم نوضبها وننظمها. وشلت السجاد وفرشته مكانه لحد ما يجوا، لان الفيديو ده متصور وهما لسه موجوش لحد دلوقتي، يعني انا بجهز بس مش اكتر، ليس اكتر ولا اقل. فيعني تبقي مستعده اللي هو يدخل بيتك، لا ده انت موضبه ومنظمه، حتى لو هو هيبخدل لك الدنيا شويه ولا خبط لك الدنيا، بس معلش يبقى داخل الدنيا نظيفه برضه. وابتديت افرش بقى الاوضه التانية، وكده الاوضه بتاعتنا خلصت النهارده. بس بصراحه اليوم كله في الاوضه، انا لخصت لكم في 6 7 8 دقايق، بس انا اليوم كله كنت في الاوضه بصراحه، ما عملتش حاجه تاني غير ان انا نظفت تحت السراير يعني كان عندي غدا من امبارح. ويا ريت لما تكوني هتعملي تنظيف عميقه لاي حاجه يكون مثلا مظبطه امورك ان انت هتتغدي غدا بسيط، او تعملي غدا يعني قبلها بيوم تبقي مظبطه. آه، حبيت كمان اوريكم التومين بتاع الشهر اللي احنا صرفناه، دي من بطاقة التومين الشهرية. جبت ازازتين زيت غامقين شوية، وعايزة اقول لكم من ازازتين الزيت الغامقين حلوين في القلي، هم ما بيقعدوش وقت طويل، يعني ما بقليش فيهم غير مرة واحدة بس بيقلوا وبيخلوا الحاجة لونها حلو. وجبت ازازة زيت واحدة فاتحة، وجبت سمنة كريستال و3 سكر، ده التومين بتاعي الأساسي. اللي بره التومين أنا جبت كيلو دقيق اللي هو اسمه دقيق فاخر الكوثر، انا اول مره استعمله وبقول لكم ان شاء الله عجبني ولا ما عجبنيش ان شاء الله. وجبت بقى مكرونه فلت، وحابه اقول لكم ان اول مره اشتري مكرونه من عند عطار يعني يدهاني بالمنظر ده، لقيت فيها حبوب كركديه ومش عارفه ازاي، بس يعني ما علينا مش هشتري منه تاني. وجبت بقى كمان ينسون، وجبت كاكاو وجبت فلفل اسود وكمون. وحبيت بصوا هوريكم هنا الفرق بين الكمون واليانسون. وبكده الفيديو بتاعنا خلص النهارده، يا رب يكون عجبكم، انا حبيت يكون خفيف وظريف عليكم، ما تقلتش عليكم في التنظيفات. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. وقبل ما اسيبكم يا ريت تتابعوني على صفحة الفيسبوك، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وتكتبوا لي مشاكلكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.